السلام عليكم. وانتهت الجولة الأولى من كأس العالم، فيها كمية مفاجآت وفيها نتائج منطقية وفيها نتائج بالجملة وفيها 4 تعادلات سلبية. تعالوا نتكلم باختصار شديد جدا عن اللي صار في الجولة. يلا بينا نبدأ المجموعة الأولى أو مجموعة الاثنين صفر. بعد الأداء الهزيل للبلد المستضيف اللي تكلمنا عنه فيديو مستقل في القناة، وبعد الأداء المحترم جدا لمنتخب الإكوادور، كأنه ملامح المجموعة بدأت تبان قدام. هولندا كذلك تنتصر على السنغال 2-0 بعد مباراة ممتازة من أسود التيرانجا، وهزيمة غير مستحقة نوعا ما نظرا للأداء، ولكن خبرة الفرق الأوروبية تفرق معاك في هذه اللحظات. اخطف واجري. طيب جاب جول ديونج باسيس ديونج، وخطف الثاني بعد الاندفاع اللي سووه السنغال في اخر الدقائق، فخطف المباراه 2-0. هذه خبره الفرق الاوروبيه. العب انت يا سيدي، العب بس انا حكون اخطر منك. والصراحه السنغال استحوذ الكوره وكان خطير، لكن هولندا كانت اخطر منه. هولندا كانت اخطر من السنغال في الماتش، وبكده واضح ان المنافسه على المقعدين الاول والثاني راح تكون محصوره بين هولندا والاكوادور. واتوقع ان الاكوادور راح تحرج هولندا، ما راح تكون مباراه سهله على هولندا اطلاقا، نظرا للاداء اللي قدموه قدام قطر. المباراه ما راح تكون سهله قدام هولندا اطلاقا، ولكن قطر حرفيا قادره ترجع للسباق بمجرد انها تاخذ 3 نقاط قدام السنغال، وبعدها تشوف ايش حيصير قدام هولندا. لان هولندا الصراحه مو بالفريق المرعب، مره مو بالفريق المرعب، وما في شيء مستحيل. ونروح للمجموعة الثانية، وإنجلترا بقيادة ساكا يا سيدي يكتسحوا إيران بنتيجة 6-2، ويعلنوا نفسهم أول المجموعة من الآن. يبغوا يعطوهم أول المجموعة، خلينا نشوف مين الثاني يا سيدي، وإنهم راح يوصلوا بعيد في كأس العالم. وبالمناسبة يا سيدي، طبعا أنا غير منتخبي الوطني اللي هو السعودية، أنا أشجع إنجلترا للأسف يعني الصراحة. وفي الناحية الثانية من المجموعة الثانية، ويلز تتعادل مع أمريكا. الصراحة أمريكا لعبت شوط وويلز لعبت شوط، فكان تعادل تقريبا مستحيل، لكن كلهم حيجوا عند الإنجليز ويوقفوا. وإنجلترا راح تأكل الكل في المجموعة. اللعب في المجموعة هذه على المركز الثاني، لأنه المركز الأول محجوز. ونخش على المجموعة الثالثة، مجموعة منتخبنا يا سيدي. أشوف كده الترتيب لو سمحت، نزل لي الترتيب كده خلينا أشوفه. أيوة مين الأول كده أشوف. الله منتخبنا المركز الأول بجد واستحقاق بعد فوزه على الأرجنتين، أحد مرشحين البطولة 2-1. وفي المباراة الثانية في نفس المجموعة تعادل سلبي بين بولندا والمكسيك. المباراة ما فيها الكثير اللي يتكلم عنه الصراحة، غير البلنتي حق ليفاندوفسكي اللي ضيعه قدام الحارس اوتشو، حارس المكسيك الخرافي. هذا 5 كأس عالم يلعبوا حارس المكسيك، تخيل معي، لعب من 2006 و10 و14 و18 ودحين 22 بيلعب في قطر. الحارس ده فين يلعب؟ في نادي انا ما ادري الصراحه، يلعب في نادي ما، بس لما يجي كأس العالم تلاقيه موجود ويبدع. صد بلنتي لليفاندوفسكي، والى الان ليفاندوفسكي يبحث عن اول هدف له في كأس العالم. طيب بسيط، بيروح للمجموعة الرابعة واللي فيها بطل العالم فرنسا. طيب بسيط، فرنسا فاز على استراليا 4-1 نظرا للربع ساعة المجنونة اللي قدمتها استراليا في بداية المباراة. لكن ابطال العالم بيقدروا يفوزوا ويتجنبوا مفاجآت في كأس العالم ويفوزوا على استراليا 4-1. وقدرت فرنسا انها تعلن نفسها متصدرة للمجموعة من الآن. نيجي لثالث ممثلين العرب معانا وهو تونس. التعادل مش بطال يا سيدي ضد فريق ما يتعب حرفيا. يا ابوي هذول لو شغالين بشاحن راح يطفوا في العيش ده، يدري ايش جري. انا تعبت وانا بتفرج معاه. لكن تونس لعبت وقدمت اداء رجولي وخطفت النقطة يا سيدي، وان شاء الله القادم اجمل. نيجي للمجموعة الخامسة يا سيدي، واللي حصلت فيها ثاني مفاجآت المونديال بفوز اليابان على ألمانيا 2-1، واللي تكلمنا عنه في السابق. في الناحية الثانية من المجموعة، اسبانيا تدمر كوستاريكا 7-0. اتوقع نتيجة بتتكلم عن المباراة، اتوقع اللي شوف النتيجة بس خلاص في السابق. المباراة استحواذ مطلق لاسبانيا وهجمات هنا وهنا، واسبانيا تعلن نفسها منافسة جدا لكأس العالم. انا عارف الناس، في ناس بتستبعد اسبانيا كثير، ما حد، ولا الفرق هذه اللي هي ما الناس ما تطالع فيها دي هي اللي تيجي تخطف لك الكاس في النهاية. اسبانيا مرشح مهم جدا لكأس العالم وفريق جبار صراحة. الآن ألمانيا في صدد انها تخرج من كأس العالم. انتوا فاهمين لو ألمانيا اتهزمت قدام اسبانيا واليابان بس اتعادلت مع كوستاريكا، ألمانيا برا.
المانيا برا كاس العالم، انتم مستوعبين الهرجه هذه؟ نروح للمجموعه السادسه واللي فيها ممثل العرب الاخير وهو المغرب. المغرب قدمت اداء اشوفه جيد جدا قدام وصيف العالم اللي هو كرواتيا. اوكي مش المستوى الخرافي، لكن قدرت تخطف النقطه يا سيدي وتخرج بتعادل مفيد جدا امام وصيف العالم. لانه والله لا منتخب بلجيكا مرعب ولا منتخب كندا، وتقدر المغرب حرفيا تاخذ 3 نقاط قدام الاثنين. اجي المباراه الثانيه في المجموعه وهي كان بين بلجيكا وبين كندا. ايش من بلجيكا ناس؟ انا ماني عارف صراحه. كثير ناس ما مرشحينهم وانا قلت ما ادري ايش المشكله. شفت المنتخب اسماء كويسه لكن اداء زي الزفت صراحه، ماني عارف ايش فيه. فازوا بالمضاربه 1-0 قدام كندا، وبلنتي ضيع ديفيس، وهجمات خطيره صدها كورتوا. صراحه اداء غريب جدا من منتخب بلجيكا، وان شاء الله تكون المغرب لها كلمه في المجموعه. نيجي للمجموعه السابعه يا سيدي، واللي ما فيها اي مفاجات الصراحه. البرازيل فازت على صربيا 2-0 بهدفين ريتشارلسون، وتقريبا هي راح تكون متصدره المجموعه. وسويسرا فازت على الكاميرون وراح تكون ثاني المجموعه. بس يا سيدي قفلوا المجموعه السابعه هذه خلاص. نيجي للمجموعه الاخيره، مجموعه جدا مسهله. البرتغال بقياده الدون كريستيانو رونالدو قدرت تخرج بفوز صعب جدا امام غانا. وفي الناحيه الثانيه اوروغواي تفشل في الفوز على كوريا العنيدة وتخرج ب0-0 بأداء صراحة ما كان ذاك الشيء من المنتخب الأوروغواي اللي كنا مستنيين. اوكي شاتوا كرتين في العارضة، اوكي كوريا كانت عنيدة، اوكي دافعت، لكن مو هذا المستوى اللي معمول منهم صراحة. ولكن أنا توقعت ان المجموعة البرتغال راح تكون أول، أوروغواي راح تكون ثاني، وراح يطلعوا إن شاء الله من المجموعة. وبس يا سيدي الجولة الثانية إن شاء الله راح تبدأ اليوم. هي بدأت وأنت بتتفرج هذا المقطع، وبإذن الله يتحقق الحلم وتكون 4 عرب في دور 16 لأول مرة في التاريخ. وبس يا سيدي هذه حلقتنا اليوم. دمتم سالمين.